تخيل إن اللي تغار منك مو زميلة في الشغل ولا وحدة غريبة. اللي تغار منك لدرجة الحقد هي أختك اللي كبرت معها في نفس البيت وتقاسمت معها نفس الألعاب ونفس الذكريات. تخيل إن الغيرة ما توقفت عند الكره، بل وصلت إلى مرحلة التخطيط لجريمة حقيقية ضدك، فقط لأن حياتك تمشي أحسن من حياتها. هذه ليست مبالغة، هذه قصة حقيقية مرعبة عن أخت تغار من أختها حتى الجريمة. سنسمي الأخت الكبرى ريم والصغرى سلمى. ريم في أواخر العشرينات وسلمى أصغر منها ب3 سنوات تقريباً. منذ الطفولة كان الفرق بينهما واضحاً للجميع. سلمى هادئة، مجتهدة في الدراسة، جميلة الملامح، اجتماعية، الناس تميل لها بسهولة. ريم أكثر عصبية، دراستها متعثرة، وتشعر دائماً أن الآخرين لا يفهمونها. الأهل بدون قصد كانوا أحياناً يقارنون. شوفي أختك سلمى كيف درجاتها عالية. سلمى مؤدبة وهادية، ليه ما تكوني زيها يا ريم؟ هذه الجمل كانت تسقط في قلب ريم مثل حجر صغير. كل حجر يبقى في الداخل، حتى تحول قلبها مع الوقت إلى شيء ثقيل ومليء بالوجع. مع دخول سن المراهقة بدأ الفرق يكبر أكثر. سلمى تهتم بمظهرها، تلبس بذوق، الناس تمدح جمالها، المعلمات يثنوا على أخلاقها وهدوئها، الأقارب كلما رأوها قالوا: ما شاء الله يا سلمى، عروسة جاهزة. ريم كانت تجلس بجانبهم وتبتسم، لكن كل كلمة مدح لسلمى كانت تفسرها داخلها كأنها إهانة لها هي. يعني أنا مو حلوة؟ أنا مو مجتهدة؟ أنا ما أستاهل؟ شيئاً فشيئاً توقفت عن رؤية سلمى كأخت، وبدأت تراها كمنافسة خطفت منها كل شيء: نظرة الأهل، إعجاب الناس، وحتى الكلام الحلو. وصلت البنات لسن الزواج، وبدأت العائلة تستقبل الخطاب، وهنا بالنسبة لريم كان الانفجار الحقيقي. في كل مرة يأتي فيها رجل لطلب الزواج كان يسأل عن أختها سلمى: سمعنا عن أختكم الصغيرة، شفتها في مناسبة وأعجبتني. حتى لو ما قصد أحد أن يجرحها، ريم كانت تشعر أن الحياة نفسها تفضل أختها عليها. كانت تقول في سرها: أنا الأخت الكبيرة، من المفروض أتزوج قبلها، ليه الكل يشوفها هي وما يشوفني؟ تبدأ تحس أن وجود سلمى في حياتها صار تهديداً مستمراً، كأنها ظل يقف أمامها يمنع عنها النور. في البداية الغيرة ظهرت في شكل تعليقات بسيطة: الفستان هذا ما لايق عليكي، انت مو قد كل هذا المدح، لا تصدقي الناس يبالغوا. لكن مع الوقت تحولت الغيرة إلى حقد مكتوم. ريم تفرح سراً إذا مرضت سلمى أو لو فشل الأمر من أمورها، تتضايق إذا سمعت صوت ضحكتها من غرفة أخرى، تبدأ تتجنب الجلوس معها وتتحدث عنها بسوء أمام الصديقات. في الليل وهي وحدها كانت تتخيل سيناريو واحداً يتكرر: ماذا لو لم تكن سلمى موجودة أصلاً؟ ماذا لو حصل لها شيء ويختفي هذا الشعور بأنني الأقل دائماً؟ بيت العائلة في درج حاد يقود إلى السطح. سلمى تصعد كثيراً للسطح لنشر الغسيل أو لترتيب بعض الأشياء. الدرج ضيق والدرجات قاسية، والسقوط منه ليس لعبة. ريم نظرت إلى هذا السلم أكثر من مرة، وبدأت فكرة واحدة سوداء تستقر في ذهنها: دفعة واحدة وخلاص. الخطة كانت بسيطة في رأسها: تنتظر اليوم المناسب، تترك سلمى تصعد أولاً، تتظاهر إنها تلحقها لتساعدها، ثم تدفعها في لحظة وترجع كل شيء إلى حادث، زلة قدم، قدر. اليوم اللي قررت فيه ريم التنفيذ كان يوم عادي جدا. الأب في العمل، الأم مشغولة في المطبخ، سلمى تجمع الغسيل لتصعد به إلى السطح، ريم تراقب من بعيد. سلمى تصعد الدرج وهي تحمل سلة الغسيل. ريم تقرر إن هذه هي اللحظة. بدأت تصعد بعدها بهدوء، عينها على ظهر أختها،
وقلبها يدق بشكل غريب، خليط من الخوف والراحة المريضة. في أعلى الدرج انحنت سلمى قليلا لتفتح باب السطح. ريم اقتربت منها في لحظة قصيرة جدا لكنها حاسمة. تلتفت سلمى فجأة عين بعين. لثانية واحدة ترى سلمى في عيون أختها نظرة مختلفة، ليست نظرة مزاح ولا ضيق، بل نظرة حقد صافي. قبل أن تفهم تشعر بدفعة قوية في صدرها أو كتفها. تتدحرج سلمى على الدرج، درجة بعد درجة، تصطدم بالحافة ثم بالحائط ثم بالأرض. يسمع البيت صوت ارتطام قوي ثم صرخة قصيرة ثم صمت. الأم تترك ما في يدها وتخرج راكضة. الجيران يفتحون الأبواب. الأب يتلقى اتصالاً عاجلاً ويرجع مسرعاً من عمله. سلمى ممددة أسفل الدرج، رأسها ينزف، عيناها نصف مفتوحتين، جسدها لا يتحرك. ريم في أعلى الدرج، تضع يدها على وجهها، تبكي وتصرخ: سلمى، سلمى وقعت، ما كنت أقصد، لحقتها، بس فجأة انزلقت. منظر طبيعي جدا لأخت خائفة على أختها. لا أحد يخطر في باله أن هذه ليست صدفة. في المستشفى نقلت سلمى إلى المستشفى بسرعة. الأطباء أجروا لها عملية في الرأس وأدخلت إلى العناية المركزة. العائلة كلها منهارة. الأم تبكي وتدعو: يا رب ترجع لي بنتي بخير. الأب في صدمة، لا يصدق ما حدث في بيته. ريم تجلس في الزاوية، تمسك رأسها وتبكي بصوت عال أمام الجميع، لكن بكاء ريم لم يكن مثل بكاء الآخرين. في داخلها شعوران يتصارعان، شعور بالخوف، ماذا لو عرفت الحقيقة؟ ماذا لو تكلمت؟ وشعور مظلم جدا، ربما هكذا ترتاح نفسي، لن تعود كما كانت. إفاقة سلمى. بعد أيام يفتح الجسد الممدد عينيه. سلمى تستيقظ من الغيبوبة، لا تتذكر كل التفاصيل في البداية، لكن صورا متفرقة تعود. تتذكر أنها كانت على السلم، تتذكر أن ريم كانت خلفها، تتذكر يدا دفعتها، تتذكر نظرة حادة قبل السقوط. كلما دخلت ريم الغرفة كانت سلمى تنظر إليها بخوف واضح، تتوتر، يتغير نفسها حتى لو لم تتكلم. الأم لاحظت شيئا غريبا في نظرات سلمى. في يوم من الأيام جلست بجانبها وسألتها برفق: يا بنتي، احكي لي بصراحة، كيف وقعت من السلم؟ سكتت سلمى قليلا ثم قالت بصوت ضعيف: ماما، ريم ما ساعدتني، ريم دفعتني، شفت عيونها، ما كانت صدفة. في البداية الأم رفضت التصديق. لا تقولي هذا عن أختك، يمكن كنت دايخة، يمكن حسيتي خطأ. لكن تكرار نفس الكلام من سلمى مع خوفها كل مرة ترى فيها أختها جعل الأم تشعر أن هناك شيئا غير طبيعي. بدأ الجو يتوتر داخل البيت. الأب يسأل أسئلة كثيرة عن يوم الحادث. الأم تراقب ريم وكأنها تراها لأول مرة. ريم تحاول أن تبدو عادية، لكن توترها واضح. ذات ليلة دخلت الأم غرفة ريم فجأة، وجدتها تبكي وتضرب الوسادة. سألتها بنبرة حاسمة: يا ريم، قولي لي الحقيقة، هل فعلا دفعت أختك من السلم؟ انهارت ريم وخرج الكلام الذي كانت تخفيه في قلبها منذ سنوات. قالت وهي تبكي: كنت أكرهها، كل الناس يحبونها، الكل يمدحها، أنا الكبيرة بس دايما أحس إني أقل، ما كنت أطيق أشوفها وهي أحسن مني في كل شيء. في لحظة ما قدرت أسيطر على نفسي. دفعتها، كنت أبغى أخلص من إحساسي هذا ولو للحظة. الأم جلست على الأرض من الصدمة. بنتان من رحم واحد، واحدة ممددة في المستشفى بسبب سقوط متعمد، والأخرى اعترافها كالسهم في قلب أمها. سلمى نجت من الموت، لكن آثار السقوط بقيت، ربما ندبة في الرأس، وربما خوف دائم من الدرج ومن نظرة أختها. ريم لم تدخل السجن في قصتنا هذه، لكنها دخلت سجنا أعمق بكثير، سجن الذنب وسجن النظرات وسجن سؤال واحد يلاحقها كل ليلة: هل كانت الغيرة تستحق أن أصل إلى هنا؟ العائية تفككت من الداخل، الثقة انكسرت، العلاقة بين الأختين لم تعد كما كانت،
وبيت واحد صار يحمل قصة يهمس بها همسا. تذكرون ذلك البيت؟ الأخت التي دفعت أختها من السلم بسبب الغيرة؟ وهكذا انتهت قصة أخت تغار عن أختها حتى الجريمة. قصة بدأت بمقارنة بسيطة وانتهت بالقرب من أن تتحول إلى مأساة لا عودة بعدها.